اهي يا جماعة، لما طلعت ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ دلوقتي صحيت مفيش حاجة للفطار، فقلت هعمل حاجة سريعة جدا جدا بالحاجات اللي موجودة في التلاجة. شوفوا انتوا عندكم ايه في التلاجة. ده فلفل اخضر قطعته، سلامي قطعتها، دي جبنة انا بشرتها، ودي شرايح جبنة جودة، اي جبنة يعني موجودة، زيتون، زبدة سيحتها، ودي اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا وهي الجلاش. انتي ممكن هنا شبه الجلاش المصري بتاعنا اصلا، بيعملوه ساعات حلو اللي هو بيبقى بقلاوه، وبيعملوه كمان حادق زي بقى يحطوا فيه بقى جبن مشروم، اي حاجه احنا عايزينها. احنا هنحط الحاجات اللي موجوده هنا. يلا بينا. اهو يا جماعه، ده الجلاش نفس الشكل بتاعنا بالظبط بالظبط، ونفس الطعم على فكره تقريبا يعني. هنبتدي بقى نرص هنا اول طبقه، هرصها هنحط بقى هنا شويه زبده بين كل طبقتين كده، والتانيين نرش شويه زبده. طبعا انتي المفروض تفرشيها بالفرشه، بس انا مش لاقياها، ايا كان بيلعب بيها مش عارفه اوديها فين، فالجيش قالك اتصرف مش هستنى يعني كده بالظبط كده. المفروض ياخدوني في الجيش، بعرف الاقي حلول كتير للمشاكل بتاعتي. صح يا ماما؟ صح، ماما كانت شغاله صور في الجيش. بهزر، من كتر ما احنا بنحل المشاكل يعني. ايه رتبتك كده؟ نسيب الجيش في حاله. صح، لا والله انا مش قصدي حاجه، مش قصدي حاجه دولة. انا بقول ان الجيش بيتصرف يعني، مش قصدي حاجه. انت عايز توديني في داهيه ولا ايه؟ خليكي مع اللي انت فيه. زعلانه مني في حاجه ولا توديني في داهيه تضحي بيا ولا ايه؟ حطيت 2 تانيين وهنرص كده. دلوقتي بقى هنحط الحشوات. هنحط ايه؟ شرايح الجبنه دي من تحت كده هنرصها، ونحط فوقيها باقي الحاجات. هوريكم هعملها ازاي. دلوقتي رصيت الجبنه من تحت اهو. ناخد بالنا نسيب مسافات بينهم عشان هي لما بتسيح بتفرش. تمام. نحط بقى فوقيهم سلامي، نرصها كده. تمام. ودلوقتي هنرص فوقيهم الفلفل. دلوقتي هنحط شوية جبنة من اللي انا بشرتها. هنحط زيتون، شوية زيتون. دي كده بعد ما رصيت كل حاجة هقفل بقى تاني، بقى احط طبقات من فوق واغطيها. تمام اهو الشيت غطيها كلها. دي كده بعد ما قفلتها كلها. دلوقتي هنقطعها بقى عشان تبقى اسهل لما تستوي. بصوا قطعتها كلها. تمام. دلوقتي بقى احط شويه حاجات على الوش.
انا حطيت عليها شويه الفلفل اللي اتبقوا معايا. هدخلها دلوقتي في الفرن، وفي نص ما هي في الفرن، في نص الوقت يعني هطلع احط عليها كوبايه لبن ببيضه. تمام. بصوا انا طلعتها عشان احط اللبن والبيض. بصوا كده فيه بيضه، بصوا اللبن والبيضه وشويه فلفل اسود من فوق عشان الزفاره. دلوقتي بقى هننزل كده. انا كان باقي شويه جبنه معايا من اللي بشرتهم، هحطهم برضو كده من على الوش، بس دي مش لازم يعني دول عشان زياده معايا. واحط كمان شويه زيتون كده من على الوش. اهي شكلها بعد ما حطيت اللبن والبيض وشويه جبنه وزيتون. هدخلها بقى الفرن كمان 10 دقايق. شكلها تحفه. نشوف الطعم بقى دلوقتي. جماعه اهي بعد ما قطعتها، عايزه اوريكم الاول شكلها من تحت عامل ازاي. بصوا بصوا. يلا بقى فيليب جرب وقولي رايك. يلا. ده فطيرة؟ بيتزا. قريب؟ ده شيتزا. بيتزا بشتري شو. أول مرة ده يكون حلو كده. سكر. ده طعم تحفة. تحفه. انا فخوره بنفسي قوي. انت ايه؟ انت شطورة. I'm so proud of myself. لا بجد طعم تحفة جدا. يعني سلامي حلوة والفلفل تحفة والزيتونة حلو قوي. والجبنة برضه. تحفة تحفة تحفة. اديها 10 من 10. كام من 10؟ 11. 11 من 10. شو بس يعني هنروح نكمل اكل. باي.